اهلا بيكم في اول سيشن معانا. زي ما قلنا في ال في الانترودكشن بتاعتنا. ان احنا هنشرح المفاهيم بتاعه السوفت وير تيستنج. مش هشرح لك كواحد عاوز يمتحن شهادة، لا انا هشرح لك كواحد عاوز يفهم العملي. تمام، مش دلوقتي همسك كل سطر واشرحه لك، لا انا مش هعمل كده اصلا. انا بس هجيب حاجة تساعدنا نبقى برضو ماشيين تبع الشهادة واحنا بنشرح المفاهيم. بس الحاجة انا هشرح لك الحاجات اللي احنا هنستخدمها في العملي. لما نيجي ان شاء الله نعمل بروجكت ده اللي احنا هنستخدمه. لكن لو عاوز تفهم الشهاده، في كورسات كتير جدا بتشرح الشهاده تفصيلي يعني. دي اسمها مذاكره الايه، الانترفيو، مذاكره عشان تعرف انت بتشتغل ازاي في المشاريع وكده. ماشي. اول حاجه لازم نعرفها هو ايه التستنج. تمام. انا اعتبر ان انت شخص اول مره، او ده اول كورس ليك وعاوز تعرف يعني ايه تستنج. بص، التستنج هو الكواليتي، هو مدى جودة الويب سايت او الابليكيشن او الحاجة اللي انت بتعملها ايا كانت. انت بتست فين؟ على ابليكيشنات، على عربيات، على طيارات، على اي حاجة. مدى الجودة بتاعتها. مش معنى كده ان انت الوحيد اللي مسؤول عن الجودة، لا انت جزء من العملية دي. طبعا احنا لما يعني الجودة دي هي بتشمل كل حاجة. الديفلوبر واليو اي يو اكس واي حد شغال في المشروع هو مسؤول عن الجودة. وانت جزء من العملية دي، انت مش بس يعني الديفلوبر برضو معناه الجودة برضو. ما هو انت لما تديفلوب كويس هيطلع حاجة كويسة. برضو التستنج نفس الكلام، مسؤول عن الجودة. بس لما بنيجي نلوم او لما بيجي يطلع المشروع في بجات كتير، احنا بنلوم على تيم التستنج. لان دي مهمتك الوحيدة، اللي انت تضمن الجودة بتاعتنا. انا كديفلوبر يا عم انا اشتغلت كويس، انت بقى مهمتك ان انت تاكد على كلامي. انا فاتح لك مجال كامل اسمه التستنج. ليه؟ عشان تضمن لي الجوده بتاعه الابليكيشن او بتاعه الاب او اي حاجه داخله فيها التستنج. طيب، يبقى التستنج ده حاجه في حياتنا اليوميه عادي. انت اي حاجه بتستخدمها في يومك المفروض تكون مرت على تيم تيستنج. او اي حاجه العربيات، الموبايلات، الشاشات، اي حاجه انت بتستخدمها، حتى الاكل لازم يمر على حاجه زي كده. تمام. طب اهميته ايه بقى؟ انا دلوقتي مثلا نفترض عميل عاوز اعمل موبايل ابلكيشن. فرحت لشركه ما، او رحت لحد بعينه وقلت له انا عاوزك تعمل لي الموبايل، تعمل لي الفكره دي ابلكيشن. فخد مني كل حاجه انا عاوز اعملها وعملها ابلكيشن. بس احنا هو مش ما معهوش حد بيعمل تيستنج، وهو مش هيعمل تيستنج. هو ما هيصدق يخلص يعمل لك الايه الكود، لان الكود ده مش سهل وبياخد وقت. فخلاص انت اتعمل لك اتعمل لك الكود. اتعمل لك الكود عادي جدا. فبتيجي انت خلاص، انت الديفلوبر بيقول لك انا خلصت وخد الابلكيشن بتاعك اهو، ابدأ بقى ايه، نزله. الابلكيشن بينزل، بس اكيد مليون في المية مليان بجات كتير، مليان. فبينزل للناس، الناس بتستخدمه. انا كواحد استخدمته، ده ابلكيشن مثلا حجز كورة مثلا. مثلا انا لما باجي احجز ما بيحطليش ان يعني ما بيظهريش الوقت بتاع الحجز. طب انا هحجز ازاي؟ هحجز اليوم كله يعني؟ اكيد لا. فدي باج كريتيكال، ده حاجه من اساسيات الابليكيشن. فبالتالي انا هقفل وامسح الابليكيشن وخلاص على كده. اي حد هيسالني هقول له ما اعرفش، او يسالني على الابليكيشن ذات نفسه. هتاخد انت باد ريفيو على ابل ستور او جوجل بلاي. خلاص ده ابلكيشن وحش كذا كذا كذا. اي حد هيحاول ينزله هيقوم مسحه على طول، مش هينزله اصلا. فخد سمعه سيئه. خلصنا كده. يبقى انت الفلوس اللي دفعتها للديفلوبر، بالتالي انت تخسر فلوس. ايه هي فلوسك اللي دفعتها للديفلوبر عشان يعمل لك الابلكيشن؟ فعدم وجود التستنج هيخسرك سمعتك، هيخسرك فلوسك، هيخسرك وقتك. ما هو انت فضلت وقت ان انت تسعى للفكره دي، وان انت تحاول ان انت تفكر فيها وتكتب فيها والكلام ده كله، وفضلت وقت مستني الديفلوبر يخلص. انت خسرت وقت وفلوس وسمعه. تمام تمام. يبقى هو بكل بساطه ده التستنج. طيب، هيجي واحد يقول لك يعني من ضمن المفاهيم برضو الغلط على التستنج، يقول لك يعني انت بكل بساطه بتيجي تاخد الابلكيشن بتاعي تقعد طب ما اجرب انا يا عم. يقول لك كده، طب ما انا راح اجيبك ليه؟ طب ما ازود شويه وقت كمان واقعد انا اجرب مع نفسي كده. لا، هو الحكايه مش كده يعني. الحكايه مش همسك ده جزء. يعني نمسك الابلكيشن بتاعك ده واقعد ان انا
افر فيه كده ده جزء صغير جدا على فكره، ده مرحله وهنشوفها بعدين. ده مرحله اسمها الاكسكيوشن فقط. في حاجات قبل كده وفي حاجات بعد كده، وما ينفعش. في عندنا يعني عندنا انواع ان احنا ممكن ندخل على الاكسكيوشن على طول، بس لما يكون انا اوريدي عندي خبره. انت كعميل انت هتشوف الحاجات العامه، ده يا عم الزرار شغال اهو عادي، انزل يا عم بالابلكيشن. لا، في حاجات تانية التستر من خبرته، او ان هو يكون عنده معرفة بالحاجة، او ان هو تفكيره شوية ابداعي، هيعرف يطلع لك بجات تانية هتظهر مع عملاء تانية. انت فاهمني؟ فمش اي حد يعمل تيستنج قبل ما يدرسه، قبل ما يتعلمه، قبل ما يفهمه. فده مجال ما ينفعش اليوزر العادي يحل مكان التستر فيه. فدي من ضمن المفاهيم الغلط اللي الناس فاهمها عن التستنج. تمام. انا لحد كده يعني الصفحه دي مش عاوز منها حاجه من يعني حتى احنا عرفنا من الكلام اللي انا قلته ايه هي اهداف التستنج، عشان مش غرض ان انا اشرح لك الشهاده. ماشي، انت كده عارف ان التستنج انا بتست الديباجنج ده الديفلوبر اللي بيعمله يعني. برضو حاجه شويه هنا، برضو حاجه برضو تانية هنشوفها برضو مفصله بعدين، او هنشرحها كده مره واحده مش هنشرحها بعدين. الكونفirmation والريجريشن. انت لما تدخل الشركه هيقول لك احنا عندنا ريجريشن. طب انت يعني ايه يا جماعه ريجريشن ده ومش... بص، في عندنا مصطلحين ومهمين جدا وبيتسالوا في الانترفيوهات كتير جدا. هو سؤال اساسي في الانترفيو اصلا يعني، لو دخلت انترفيو اكيد هتتساله. الكونفirmation والريجريشن. الكونفirmation ده انا واحد كنت بتست، طلعت بج، فبعته للديفلوبر، الديفلوبر رد عليا ان انا صلحته. لازم اعمل حاجه اسمها كونفirmation. ما هو مش معنى الديفلوبر قال لي يا فلان انا صلحت لك البج بتاعك يبقى خلاص كده اخد كلامه ثقه. لا، بروح تاني اتست البج تاني. ده اسمه كونفirmation، باكد. طب البج فعلا اتصلح، اقفل البج. ما تصلحش اعمله ري اوبن تاني، افتحه للديفلوبر تاني. تمام، ده مفهوم الكونفirmation بكل بساطه ومن غير اي تعقيد. طب الريجريشن. الريجريشن مفهومه ان انا بعد ما بخلص رفع البجات بتاعتي واعمل لها واعمل ليها كونفirmation، خلاص خلصنا وخلاص، لازم اعمل حاجه ريجريشن. لازم اعمل مرحله الريجريشن. طب ايه هي مرحله الريجريشن؟ مرحله الريجريشن بكل بساطه ان انا يعني بيجي مثلا كده ايه، احنا خلصنا. طب نفترض الديفلوبر ده وهو كان بيصلح البجات اللي انا بعتها، بوظ حاجه في الكود، فتحت لي بج في حاجه تانية انا كنت عملت لها تيست وكانت شغاله صح. يعني بمعنى اصح، انا كان في مشكله في اللوجن، ان هو مثلا الفيلد بتاع الباسورد ما كانش بيقبل اي حاجه. تكتب كده ما يقبل ولا يقبل ارقام ولا حروف ولا اي حاجه. فدي بج طبعا كريتيكال. انا بعتها للديفلوبر والديفلوبر صلحها، قال لي اتفضل يا باشا البج اتصلحت. انا فعلا شكيت وعملت ان هي اتصلحت. بس الديفلوبر اثناء ما كان بيصلح الباسورد بوظ مين؟ بوظ مثلا اليوزر نيم. هتقولي طب ما انا كنت عامل ما انت كنت عامل له تيست، فانت مش هتشك تاني ان هو باظ. ما انا فعلا عامل له تيست. فيجي بقى دور الريجريشن. الديفلوبر هو بيصلح ما خدش باله ان هو بوظ حاجه تانية او موديول تاني جنب الباسورد او حاجه ريليتد ليه. فده بقى تكمن اهميه الريجريشن. انا في الريجريشن بروح اتست، بعمل كونفirmation تاني، واشوف هو اتاثر بحاجات تانية ولا لا. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا تيست كيسز كلها اللي انا قبل كده عملتها برجع اتستها تاني، بس كلها بقى مره واحده مع بعض، بعد ما اتعمل لها كونفirmation وبعد ما البجات اللي انا طلعتها اتصلحت. ليه؟ عشان اضمن ان الديفلوبر ما بوظش اي حاجه تانية في الكود، فبالتالي هتسمع بج في اي مكان تاني ومفيش بعد الريجريشن حاجه. تمام، يبقى الريجريشن انا بتشك ان اليوزر او قصدي سوري ان الديفلوبر ما بوظش اي حاجه تاني في الكود وهو بيصلح لي الحاجه القديمه. لانها وارد تحصل وبتحصل، مش وارد بس هي بتحصل. وبتحصل اكتر في الحاجات اللي بتكون في الكودينج مرتبطه ببعض. يعني هم في الكود بيبقوا رابطين حاجات ببعض. يعني انا ما يعني لو ناس بتتفرج عليا اشتغلت كودينج قبل كده اكيد تعرف حاجه زي كده. تمام. هو ده الفرق بين الكونفirmation والريجريشن. طب الريجريشن يعني هتقولي برضو ماشي، طب هعمله ازاي؟ يعني انت بتقولي هل طبيعي ان انا
ارجع تست كل حاجه تانية؟ هقول لك اه طبيعي، في ناس بتعمل كده، بتمسك كل التست كيسز اللي انت عملتها بتستها تاني. طيب عشان كده عملوا اوتوميشن. هو الاوتوميشن ان انا يعني بيوفر كل الجهد ده. مثلا انا كنت عامل 100 تيست كيس، لو انا هعملها مانوال هرجع اخد وقت كبير جدا تاني، لكن اوتوميشن في خبطة زرار واحدة خلاص كده احنا عملنا الايه، عملنا الريجريشن تيستنج. في شركات تانية تقول لك لا، يعني انا في الشركة اللي انا شغال فيها احنا بنعمل بس على المديول تو تيست كيس، انتو ان تيستنج، بس كده. بعمل تيست كيسز جديده يعني للريجريشن، بس بتبقى تيست كيسز مثلا ايه، هما اتنين تيست كيسز بمر فيها على المين مديولز كلها، الحاجات المين، الحاجات اللي ممكن تبقى كريتيكال، بمشي بمر عليها مره واحده كده بس، اشوف فيها ايه. وانت لما بتبقى عملت تيستنج قبل كده، انت بتبقى من غير ما تبص في التيست كيسز انت عملت تيستنج لايه. فانت لما بتيجي تتشيك بعد كده، انت خلاص انت ايدك خدت على على النظام، فبتست على طول. تمام. في ناس تانية يقول لك لا احنا مش هنتست للحاجات اللي كريتيكال او الهاي، لان قلت لك في حاجات بتبقى مربوطه بحاجات، فاهمني؟ فممكن انت كنت عملت هي الديفلوبر بوظ حاجه هاي تاني هتبقى كريتيكال بالنسبه لك. هي اشكال. وخد بالك انت، ما يعني انت لو ان شاء الله ما ذاكر معايا الكورس ده، انت ممكن تخش تلاقي الشركه شغاله في اي حاجه تانية عادي جدا، ما تقولش ده فلان اللي محمد اللي كان بيديني الكورس ده كان غلط، لا. ارجع اقول له ايه ده يا عم، انت ضحكت عليا، ده انت مديني كورس غلط؟ لا، هو كل شركه ليها نظامها في الشغل، حتى في التولز، في ازاي بتعمل ريجريشن، ازاي بتعمل كونفirmation، الشكل اللي بتكتب بيه عادي جدا. ده كله طبعا قلنا فوق. كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس، يعني ده الكيو سي والكيو اي، ده برضو سؤال ما بيخلاش من اي انترفيو. الكيو سي ده انت بتتكلم على البرودكت ذات نفسه، اللي هو الابلكيشن ذات نفسه، او الحاجه اللي خاصه بالتستنج فقط. الكيو اي هو بروسيس عامه شامل التستر والديفلوبرز والبيزنس كل الناس، هو خاص، هو مسؤول عن الكواليتي بتاعته. ما تطولش فيها، هتطول فيها لو انت عاوز تمتحن كل كلمه من دول في الامتحان. يا جماعه كل كلمه، كل كلمه بيبقى ليها يعني اهميه في الامتحان. تمام. ماشي. دلوقتي هنيجي هنعدي دي تيستنج برنسبلز. بص هو يعني مهمه جدا في الامتحان، برضه في النظر مهمه، بس انت يعني هنقولها عامه، ان التستنج بتاعنا هو هدفه اول واحده، هدفه ان هو يظهر وجود البجات، ما يقولكش ان مفيش بجات. يعني انا هدفي ان انا اظهر ان في بجات، ده حاجه معروفه، يعني ده الهدف بتاعي. تاني حاجه انك تست كل حاجه، ده مستحيل طبعا. يعني ما تتوقعش ان انت هتقول لحد انا قفلت الموقع ده بنسبه 100%، مفيش الكلام ده. مهما تكون شاطر، مهما تكون مش عارف ايه، ممكن يظهر بج او اتنين انت ما خدتش بالك منهم، عادي. ممكن يجي تستر تاني يشتغل وراك مثلا، يطلع حاجتين انت ما كنتش مطلعهم، عادي. انت تشتغل وراه، هو يعني بص، انا مش بقول كلام من عندي، يعني هو الكلام ده اهو متدون عادي جدا، يعني انا ما بقولش حاجه من عندي اهو. الكلام ده موجود قدامك. exhaustive testing is impossible، مستحيل. هو بيقول لك حتى مش صعب، بيقول لك مستحيل. تمام. الايرلي تيستنج سيفز تايم اند ماني، ده من اهم الحاجات اللي عندي في الحاجات دي كلها. ليه؟ ده بيدخل تحت مبدأ ان احنا بنتست بدري، وده اللي احنا هنشوفه في المشروع اللي المشروع اللي انا فيه هنستخدم بالاجايل. والاجايل دي اللي هو احنا بنتست فيها كل حاجه بدري، الورقيات والحاجات دي كله خلينا بس ايه نشرحها اكتر مع المشروع. ديفكتس كلاستر توجذر، بيقول لك ان انت في جزء كده من الويب سايت او الابلكيشن بيبقى متجمع فيه كل البجات. انت ممكن تعرفها بخبرتك، تعرفها باي حاجه، بس هو في جزء بيبقى فيه يعني ايه، كل البجات متجمعه فيه كده، يعني تحس ان كل البجات جايه من جزء اللوجن، جزء التشيك اوت مثلا، جزء مش عارف إيه. معظم البجات جايه في الحته دي. تيست سوير اوت ده ان انت يعني بقول لك انت لما تكرر نفس التيست كيسز ما تتوقعش ان انت هتلاقي بجات زياده، لا، ما انت لازم تجدد التيست كيس بتاعتك. بس في حالات
لازم اكررها، اللي هي لو انت شاطر بقى حالات الريجريشن، اللي هي الاوتوميشن. ما هو انت لما تكرر هتطلع بقى بجات جديده. ازاي؟ ما هو ريجريشن، عشان لو حاجه باظت تطلعها. بس كده. التستنج ده از كونتكست ديبندنت. بص، مفيش عشان كده بقولك ان في كذا بيزنس دومين. مفيش نهج واحد التستنج بيمشي عليه. انت ممكن في مشروع تشتغل باكسل، مشروع تاني اشتغل بجيرا، مشروع تالت بتول تالتة، اجي مشروع ده اشتغل ببيزنس دومين معين اللي هو مثلا بانكينج، فاشتغل بتفكير تاني. انا عقليتي هتتغير، هيبقى عندي اولويات، هيبقى عندي حاجات مش مهمه، هيبقى مش عارف ايه. فالتستنج ملوش نهج واحد هو بيمشي عليه. دي كده حاجه كده ايه، حاجه شهاده كده، اللي هو بيقول لك ان التستنج مش بس يعني فاليديشن، فيريفيكيشن. اه، ما دام قلنا كده يبقى نرجع بقى لحته الفاليديشن والفيريفيكيشن. ماشي، هي كانت في الاول بس هنقولها دلوقتي. في عندي حاجه اسمها فاليديشن وفيريفيكيشن. الفاليديشن هو ان انا بشوف السيستم بتاعي زي ما الناس المديرين بتوعه عاوزين ولا لا. يعني انت برضه بيبقى عندك مدير بيقول لك والله وانت شغال على ريكويرمنت، يقول لك لا احنا عاوزينها تحقق كذا او تميت كذا. فانا يعني انا وانا بتست بشوف ان انا السيستم بتاعي بيميت اليوزر نيد ولا لا. فانا برضو اليوزر بيبقى في حاجات هو بيبقى محتاجها، فانا اشوف السيستم بتاعي بيحققها ولا لا. في حاجه برضو عندي اسمها فيريفيكيشن. فيريفيكيشن دي بشوف ان انا ببقى جاي شويه متطلبات زي ما قلت لك البي ار دي او الاس ار اس. جالي شويه متطلبات مكتوبه في ورقه في ورق. المتطلبات دي بتقول لي واحد اتنين تلاته. طيب هل السيستم بتاعي بيميت الريكويرمنت دي ولا لا؟ طبقها ولا لا؟ حققها ولا لا؟ يبقى انا عندي بعمل حاجتين، فاليديشن وفيريفيكيشن. تمام. اه، من ضمن بقى الحاجات اللي مهمه جدا التست اكتيفيتي، او اقدر اقول لك البروسيس اللي احنا بنمشي عليها. اول حاجه التستنج بلاننج. انا والله بيجي لي شويه متطلبات، بيجي لي ورق المشروع، والله المشروع ده مشروع ابلكيشن تأجير عربيات. فانا ببدأ ان انا ده ابلكيشن تأجير عربيات، خلاص انا جالي ورق والله المتطلبات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خلاص انا ببدأ بقى اخد انا الجزء الخاص بيا، اعمل تيستنج بلان ليه. تيستنج بلان دي خاص يعني ايه اللي موجود فيها؟ الموجود فيها السكوبنج بتاعي. سكوبينج، انا ممكن يعني ممكن انا جايبه تيست ابلكيشن تأجير، بس انا في حاجات اوت اوف سكوب انا مش هتستها. يعني في حاجات بتبقى لسه يعني حتى العميل ذات نفسه يعني مش مهتم بيها دلوقتي، بتبقى اوت اوف سكوب. يبقى انا بحدد الحاجات اللي سكوب بالنسبه لي، وبحدد الاهداف. والله انا عاوز اوصل في اول iteration مثلا، او عاوز اوصل في اول شهر ابقى خلصت كذا. تمام، فدي برضو ايه اهداف بالنسبه لي. انا عاوز والله اطلع مش عارف كذا، اعمل دي كلها اهداف بتتحط جوه التستنج بلان. تمام. وبحدد برضو في التست بلان مين الناس اللي هتشتغل. والله انا عندي اتنين جونيور واحد سينيور، ده هيشتغل على كذا وده هيشتغل على كذا ومش عارف ايه. انا بحط الخطه بتاعتي، برسم الخطه بتاعتي كلها وببدا ادخل. باجي بعد كده مرحله المونيتورنج اند كنترول. ماشي، دي بقى يعني انا بقى بعمل ايه؟ المونيتورنج بشوف هل انا بعد ما حطيت البلان وبدات اشتغل، هل انا الحاجات يعني انا ماشي تبع البلان. بشوف بمونيتور بشوف انا ماشي تبع البلان ولا لا، ولا انا ماشي عكس البلان اصلا. يعني انا مثلا قلنا في البلان ان احنا في شهر هنخلص كذا، احنا دلوقتي شهرين وما خلصناش. لا، في مشكله بقى، هنا في مشكله، كده مش ماشي تبع البلان. فببدا نعمل كنترول. ايه هو الكنترول؟ الكنترول ان انا ببدا اخد قرارات. لازم اخد قرارات حتميه ان انا لا، يا اما ان انا اغير، نرجع ان احنا نقف وقفه بكنترول بقى. ده بيديني ان انا اخد قرارات. الكنترول بتاع ده كنترول ان انا هتحكم بقى في زي ما بقول لك في زمام الامور. والله انتوا يا جماعه مش شغالين تبع البلاد، يبقى احنا هنغير خطه شغلنا. يبقى احنا هنعرف ايه المشكله اللي عندنا وهنغير خطه شغلنا، يا اما هنغير البلان ذات نفسها.
بس لازم يبقى في كنترول في الموضوع، عشان لو مفيش كنترول يبقى من الاصل ما نحطش تيست بلانك وخلاص. تمام. التستنج اناليسيس دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ في التست اناليسيس انا بقول لك وات تو تيست. انت هتست ايه؟ ايه الحاجات المهمه؟ ايه الحاجات اللي المفروض تبقى المين سكوب بتاعنا، او الحاجات المهمه جدا اللي وانت بتست لازم تركز عليها؟ ايه الفيتشرز اللي في الابليكيشن دي ان انت لازم لما تيجي تستها يعني، وانت ايه فول فوكس مركز قوي. فدي بتحدد لي الحاجات برضو المهمه اللي خاصه بالريسكس اللي عندي. يعني في حاجه اسمها في ريسكس موجوده في الابليكيشن. اه الجزئيه دي هاي ريسك، يعني انت لازم تبقى مركز مليون في الميه وانت بتستها. فهي بتحدد لي انا هتست ايه. انت فاهم ايه الحاجات اللي انا هتستها. هنيجي بعدها اللي بتلخبط ناس كتير هما الاثنين، الديزاين. الديزاين بقى بتجاوب لك على سؤال ايه، هاو تو تيست. هاو تو تيست ازاي؟ والله انا هتست ازاي؟ انت هتعمل ايه؟ انت هتكتب تيست سيناريوز، ولا هتكتب هاي ليفل ولا لو ليفل؟ هاي ليفل يعني سيناريوز بس من غير ديتيلز، ولا لو ليفل هنكتب كل الديتيلز؟ طب انا هتستخدم اوتوميشن ولا هتستخدم ايه؟ طب انت ماشي، طب انت ايه يعني في الديزاين بقى، ايه الريكويرمنت انت عاوزها في الانفايرمنت؟ انت عاوز موبايلات نوعها ايه؟ انا عاوز موبايلات اندرويد، انا عاوز موبايلات اي او اس. طب انا عاوز في اللاب ويندوز ايه؟ انا عاوز ويندوز 7 ولا ويندوز 8 ولا ويندوز 11؟ طب انا محتاج يعني، انت بقى هاو تو تيست. طب انت التولز هتستخدم ايه؟ محتاج محتاج نجهز لك تولز. انت هتست بانهي تول؟ محتاج نجهز لك تولز ايه؟ اكسل ولا محتاج نجهز لك جيرا ولا محتاج؟ فهمت؟ تيست تكنيكس، انت هتشتغل بانهي تكنيك؟ فاهم الفكره؟ انت هتشتغل بانهي انت هتشتغل اكسبلوراتوري تيستنج، ودي لسه اللي هو الاكسبلوراتوري تيستنج دي لسه هنعرفها بعدين. ولا تشتغل ايه؟ ولا تشتغل وايت بوكس ولا بلاك بوكس؟ انت هتشتغل ازاي؟ فاهم؟ الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن دي انا بجهز فيها الحاجات. فاكر لما قلت لك ان انا في ديزاين عندي كذا؟ لا انا باجي بقول لك التست داتا بقى. انت في انت في التست ديزاين قلت لي انا عاوز تيست داتا ريكويرمنت، انا عاوز يوزر وعاوز مش عارف ايه. انا هنا في الامبلمنتيشن بجهزهم لك بقى، بجيب لك بقى تيست داتا دي. انت بتاخد كل حاجه عشان انت تبقى مهيأ ان انت تعمل اكسكيوشن. انا بس ما عليك اللي انا هاخد من الامبلمنتيشن ادخل اكسكيوشن على طول، هدخل انفذ على طول. هو ده الامبلمنتيشن. الاكسكيوشن كلنا عارفينه، انا برن التست كيس، برن التست كيس، بطلع بجات، يبقى عندي باج ريبورت، بعمل باج ريبورت. انا رنيت طلعت بجات يبقى انا عندي باج ريبورت. الكومبليشن خلاص. الكومبليشن ده ان انا خلاص خلصت التست كيس بتاعتي، عملت ريجريشن، خلصت كل حاجه. والله انا باجي اعمل بقى ريبورت. انا عملت مثلا 100 تيست كيس، عندي 50 من 90 منهم باست، 10 فيلد. ال10 اللي فيلد منهم عملت لهم 10 ريبورت ورفعت الريبورت. خلاص على كده، اسمه تيست سمري. انا خلصت كده على طول، بس كده. وفي الكومبليشن برضو بقى بشوف انا ايه الصح اللي انا عملته. انا كنت ماشي تبع البلان، ايه الحاجات اللي احنا عملناها والمفروض نعملها تاني؟ ايه الحاجات اللي احنا كنا عاملينها غلط تبع البلان والمفروض ان احنا ان شاء الله في المستقبل نتجنبها وما نعملهاش تاني. بس كده. ده كله احنا التست وير ده لازم تذاكرها، عشان دي الحاجات اللي بتطلع من كل مرحله والنها فوق. زي ما قلنا لك في تيست اكسكيوشن اهو، بيبقى في ديفكت ريبورت، تيست كوميشن ريبورت. تمام. تيجي لحاجه مهمه قوي في الشهاده وفي في العملي وفي كل حاجه، تريسابيلتي. بكل بساطه ايه هي تريسابيلتي؟ تريسابيلتي هو ان انا مثلا انا هاجي اعمل باج ريبورت. طيب هو الباج ريبورت ده ريليتد بايه؟ والله ريليتد بتست كيس. طب التست كيس دي ريليتد بايه؟ تست التست سيناريو. خد بالك، في عندي كده يعني تيست سيناريو. انا مثلا بكتب ايه؟ والله انا او ريليتد بيوزر ستوري. لا بيوزر ستوري، ايوه بيوزر ستوري.
انا كان عندي جاي يوزر ستوري عن اللوجن as a user I want to login so I will so I can access my account. دي يوزر ستوري. شوف، يوزر ستوري عباره عن كلمتين، بس الكلمتين دول ممكن يطلع لك 20 تيست كيس الكلمتين دول. فانا في التريسابيلتي بعمل ايه؟ بكتب في الجدول يوزر ستوري نمبر واحد مثلا، تيست كيس نمبر خمسة مثلا، باج نمبر. يبقى انا عرفت ان الباج ده خاص بالتيست كيس ده، خاص باليوزر ستوري دي. دي هتعمل لي ايه؟ دي هتسهل لي. شوف، تشوف لي اليوزر ستوري دي طلع منها كام باج. اليوزر ستوري دي طلع منها كام تيست كيس. يعني اليوزر ستوري دي ضمن الريكويرمنت، ضمن المتطلبات اللي هتجيلك. ما خد بالك، مش عاوزين ندخل في الريكويرمنت اكتر، بس الريكويرمنت دي او المتطلبات دي انت ممكن تجيلك على مليون شكل. ممكن تجيلك فيجما فقط. يعني ايه فيجما فقط؟ فيجما، التصميم بتاع فيجما بس كده. هي دي بس كده يعني. تبدا انت تقارن بمين؟ بفيجما. ممكن تجيلي يوزر ستوريز. والله انا عندي في المشروع ده 100 يوزر ستوري. انا كتستر انا همسك خمسه منهم. واحد يوزر ستوري كبيره، يقول لك مثلا في بدايتها ايه عشان تعرف. بس واحده يقول لي ازاي مش في عندي PDF او هيجي لك يوزر ستوري اولها اذا كذا اي وونت سو اي كان كذا كذا. بعدها يشرح لك بقى، والله انت عندك في الصفحه دي هيبقى عندك في لوجن. اللوجن ده لازم تدخل له حروف مش عارف سمول، لازم تدخل له مش عارف، ما ينفعش تدخل فيه سبيشال كاركتر، ما ينفعش تدخل فيه حاجات كده. فهو بيديك كل حاجه انت عاوزها في اليوزر ستوري دي، بيديك عنوانها، بيديك الهدف منها، بيديك كل الحاجات اللي هتبقى موجوده منها، وانت تبدا ايه؟ تعمل لها اناليسيس. ده لسه هنتكلم فيه برضو ان شاء الله بعدين. وتعمل منها تيست كيسز. تمام. تمام. فيجي يقول لك التستابيليتي اوف تيست كيسز تو ريكويرمنت. دي بقى لو انت واحد مثلا ايه، دي لو واحد لو انت واحد مسؤول، او انت واحد مدير البيزنس اونر. لو انت واحد مثلا مسؤول في المشروع ده، وعاوز تعرف وعاوز تعرف انت ايه اللي حصل للستيك هولدر اللي عندك. عاوز تعرف هم عاوزين يعرفوا ايه اللي حصل. هيبدا مثلا تقول له ايه؟ يبدا يبص، والله فعلا ده كان في ريكوايرمنت يوزر ستوري مربوطه ب 20 تيست كيس. التيست كيسز دي مربوطه بخمس بجات. فهو يعرف يحلل بقى، يعرف المشروع ماشي ازاي. فدي اهميه الترسابيلتي، بتسهل. غير لما انت ايه، وانت وانت بتعمل التيست كيس مثلا، تقوم كاتب تيست كيس رقم واحد مثلا، وبج رقم واحد، ومش رابط دي بدي. يعني انت مش يعني هو بقى هيلف. طب التيست كيس تبع انهي يوزر ستوري؟ فيبدا بقى يراجع اليوزر ستوريز ويشوف دي خاصه بيهم ولا لا. طب الباج ريبورت دي خاصه بانهي؟ فانت هتلخبطه، هيبقى المشروع كله متلخبط. فالتريسابيليتي بتريح. حتى في الجيرا لما كنا شغالين على الجيرا كنا بنربط، نيجي كده على التيست كيس دي نقوم عاملين ربط كده بينها وبين باج ريبورت، وبينها وبين يوزر ستوري. فاللي يدخل يعرف التيست كيس دي خاصه بانهي يوزر ستوري، وايه البج اللي هي اترفعت عليها. بس كده. خلينا بقى نسكرول الحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها مش ما فيهاش حاجات مهمه ان انا اشرح لك فيها حاجه. اه. نيجي هنا السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. بص يا سيدي، الديفلوبمنت لايف سايكل انت كتستر بتدخل معاها. انت كتستر بتدخل معاها، بتمشي تبعهم. طب ازاي؟ بص يا سيدي، في عندي الووتر فول موديل والفي موديل، وعندي سبيرال موديل وبروتوتايبنج ومش عارف إيه. بص، اهم حاجه عشان انت تبقى عارف، في موديلات انت التستنج ده بيكون في الاخر خالص. يعني ازاي؟ انت عملت ديفلوب، انت الريكوير جت والديفلوبر عمل الكود وي 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 وكل حاجه، وفي الاخر خالص بعد ما الويب سايت اتعمل والابلكيشن اتعمل يجي يقول لك خد تيست. ده طبعا اوحش موديل. ليه؟ لان انت لا شاركت في الريكويرمنت، ولا شاركت في كل iteration، ولا شاركت في كل مديول لوحده، ولا اي حاجه. انت شاركت في الاخر خالص يعني بعد ما خلصوا. ده طبعا غلط. ليه؟ لان انا لما ارجع الاقي بج دلوقتي
هيرجع البج ده يتغير في الريكويرمنت او في الفيجما، ثم بعد ذلك يبدأ الديفلوبر يرجع يصلح تاني مش عارف ايه، يرجع يصلح من الاول تاني، وارجع سنة. انت كده ضيعت وقت في ايه؟ انت اولا خلصت وقعدت مستنيني انا كتستر، طلعت لك بج، هتبدأ انت تشتغل من الاول تاني، فهنرجع تاني اعمل عليه كونفirmation، وبعد ما اعمل كونفirmation ابدأ فيه. شايف الوقت اللي ضايع. لكن انا لو شغال معاك من الاول بقى زي الفي موديل، لو انا شغال معاك من الاول بقى، او الاجايل، لو انا شغال معاك من الاول، لا بقى انا من اول ريكويرمنت، دي اهم حاجه. ممكن يبقى في بجات في الريكويرمنت، انت لما تلاقيها في الاول هي اصلا الديفلوبر مش هيكتبها ككود، لان هي هتتصلح وهي في مرحله الريكويرمنت. يعني انت كديفلوبر مش هتوصل اصلا ان انت تكتبها، هي هتتصلح في الاول. فبدل ما انا لسه الديفلوبر يكتب كود وانا اصلحه واعمل له باج ريبورت ووقت ضايع وفلوس ضايعه ومش عارف ايه، لا ده انا من الاول خالص كل اللي هيعمله البيزنس اناليست هيغير الكلام ده. ما هو ايه اللي بيحصل بقى؟ عشان ده احنا ايه نتكلم مع بعض كده، ايه اللي بيحصل؟ عشان بس وانت بتسمعني تبقى مربط. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في عميل بيروح للشركه، بيقعد معاه البيزنس اناليست، يقول له انت محتاج ابلكيشن ايه؟ يقول له انا محتاج واحد اتنين تلاته. بيبدا البيزنس اناليست يفهم كل حاجه، كل حاجه من العميل ده، وبعدين هو يكتبها، يدونها عنده في PDF وايا كان يكتبها عنده. تبدا الريكوايرمنت دي تتحول ليوزر ستوريز. مين اللي بيكتبها؟ انا كتستر ممكن اشارك فيها عادي، انا اكتب مع البيزنس اناليست، احنا الاثنين ممكن نعملها، ممكن هو يعملها ممكن انا اعملها عادي، حسب كل شركه. تبدا تتحول ليوزر ستوريز، بس قبل ما تتحول ليوزر ستوريز بتمر عليا. ماشي، ما هو تمر عليا ليه؟ ما هو اللي كاتبها البيزنس اناليست. في حاجات انا ببقى عارفها كتستر لازم تكون مانداتوري، مثلا او في حاجات مش واضحه بالنسبه لي، ما انا مش هحولها يوزر ستوري وهي مش واضحه بالنسبه لي. في حاجات بالنسبه لي مش واضحه. يعني ايه؟ يجي يقول لك مثلا ايه، انت بتعمل يعني انت بتعمل اي ابلكيشن او ويب سايت، في اللوجن يقول لك الباسورد مش مانداتوري. يعني ايه؟ يعني ازاي مش مانداتوري؟ يعني انا هلوجن ازاي من غير باسورد؟ ممكن تحصل، ممكن تحصل. والديفلوبر ممكن الديفلوبر بياخد الريكويرمنت كود 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 على طول، او حاجات جوه الابلكيشن يقول لك مش عارف حاجه ايه مش مانداتوري او حاجه دي بس انا كتستر لا، الحاجه دي بالنسبه لي مش فاهمه، اشرحها لي. دي بقى الاناليسيس، انا مش فاهم الجزئيه دي، يعني ايه مش فاهم؟ انت هي حصلت ازاي؟ اشرحها. فانا لما افهم هطلع له باجت، اقول له لا ما تنفعش تبقى كده، فيرجع البيزنس اناليست يغير اللي هو عمله تاني. فانا كده اتفاديت ان انا في باج هيظهر، ما هو الباج ده كان كده كده هيظهر، لان انا ما كنتش سالت عليه. كنت لما اجي اعمل اكسكيوشن الباج ده هيظهر بالنسبه لي، فهرجع اقول له تاني واقول للديفلوبر انت عندك باج، فالديفلوبر يصلحه، فارجع اعمل له كونفirmation وبعدين ريجريشن. ليه من الاول كل ده؟ طب ما احنا انا اشارك من الاول معاك واساعدك في ان احنا نلاقي باجات من الاول نتجنبها اصلا. يعني في حاجات من الاول المفروض احنا نتجنبها. تمام. دي كل المراحل المفروض انت هتمشي عليها. طبعا تاثير السوفت وير ده يعني تاثير ان انت يعني هتستخدم اوتوميشن ولا لا. معلش، هتستخدم اوتوميشن ولا لا؟ هي مش هتمسح ليه؟ مش مهم. انت هتستخدم اوتوميشن ولا لا؟ السكوب والتايم زي ما قلنا، ليفل اوف تيست دوكيومنتيشن برضو. ماشي. انا بس بحاول اشوف الحاجات اللي احنا ممكن ايه، طبعا ده اللي احنا لسه قايلينه، الحاجات اللي احنا ايه تفيدنا كشغل، مش ك يعني مش كشهادة والكلام ده كله. عشان بس لو في ناس فاهمة ننجز وقت وما نطولش وقت الكورس. وانت لو مهتم بانك تفهم كل حاجة في الشهادة، فالكورس ده مش ليك. في كورسات تانية كتير على اليوتيوب وعلى يوديمي موجود فيها شرح الحاجات دي كلها.